السلام عليكم متابعي برنامج بالعربية في قناة الأفوانق. أهلا بكم إلى موجز أهم الأنباء في السنغال، يقدمه لكم عبد العزيز جوب. رئيس الوزراء السابق لم يعد يتخلى عن رئيس الدولة. في منشور على تويتر أشار عبد البي إلى أن ماكي سال يواجه صعوبة في فهم وظيفته كرئيس، وإن رؤساء الدول الذين يزورون دولة أجنبية معتادون على ترتيب اجتماعات مع رعاياهم الذين يعيشون في الدولة التي تتم زيارتها. تم تكريم وزير خارجية السنغال السابق ونائب رئيس الجمعية الوطنية السنغالية أمس الاثنين في رواندا في منتدى 225 مؤسسة. تسلم الدكتور شيخ تيجان جاجو رئيس المعهد الإفريقي للاستراتيجيات EPS من رئيس بلدية كيغالي الجائزة الإفريقية للاستحقاق والتميز لأفضل حرف إفريقي في الدبلوماسية والعمل البرلماني. دعا الخليفة العام لمريدية سرين منتقى مبكي من خلال المتحدث الرسمي باسمه سرين بشير عبد القادر، دعا المواطنين السنغاليين إلى تحسين سلوكهم ليكونوا قدوة للآخرين، وقد تحدث عن عدة نقاط بما في ذلك الانتهاكات التي لوحظت على الشبكات الاجتماعية قائلا: تشتتت العائلات وتفككت الأسر ودمرت الصداقات وتحطمت الأرواح بسبب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الجديدة. ينشر الأشخاص صورا وتسجيلات صوتية لا تحترم قيمنا، حتى إخواننا يتعرضون للهجوم على الشبكات الاجتماعية. يجب علينا تجنب هذه الانتهاكات والعمل على الممارسات الجيدة، لأن العنف لا يؤدي إلا إلى دفع بلادنا إلى الوراء. ولوضع حد لهذه الانتهاكات يدعو الخليفة العام سيدي منتقى مبكي المواطنين إلى استلهام تعاليم الشيخ أحمد بامبا، ويدعو الآباء والأمهات لتعليم الأطفال الممارسات الجيدة. في أعقاب احتفال مجل توبا يوم الأحد 26 سبتمبر 2020 أصدر عضو ينامار كليفة وسيمون منشورا مشتركا لمخاطبة السنغاليين. وفي هذه المناسبة يقول كليفة وسيمون إنهم يعيشون بإيمان وكرامة المحنة التي يمرون بها، بعد أن شكروا السنغاليين على دعمهم ودعواتهم. تم العثور على موسى حبيب جون رئيس محكمة استئناف زيغنشور ميتا في منزله يوم الجمعة الماضي، لكن كل الفرضيات تتفق في الوقت الحالي في موت طبيعي وفقا لمصادر RFM. كانت عاملة التنظيف هي التي نبهت الشرطة إلى رؤية الجثة الميتة في شقة القاضي الراحل، وكان الوقت متأخرا في الصباح والقرائن الأولى لا تفترض وفاة مشبوهة. سيبقى أليو سيسي المدرب الوطني لبضع سنوات أخرى. مدد كابتن الأسود السابق عقده مع الاتحاد السنغالي لكرة القدم. تستمر المغامرة لأليو سيسي بعد توليه مسؤولية المنتخب الوطني في مارس 2015. حصل المدرب على فترة ثالثة وفقا للصحيفة روكور اليومية، وقد وقع سيسي عقدا ثالثا لمدة عامين إضافيين يوم الاثنين سبتمبر، فهو الآن مرتبط بالاتحاد السنغالي لكرة القدم حتى سبتمبر 2023، أي بعد كأس إفريقيا من العام نفسه المقرر في ساحل العاج. وقد أجرى أليو سيسي محادثات مع قادة كرة القدم السنغالية منذ 30 أغسطس الماضي، تاريخ انتهاء العقد بينه وبين الاتحاد، ولم يكن الحوار بين الجانبين سلسا، لأن المدرب
وطالب بعقد لمدة عامين بالإضافة إلى زيادة راتبه الذي يبلغ 15 مليون شهريا. وقد قابل وزير الرياضة متار به الشرط الأخير بالرفض التام. نهاية الموجز، والسلام عليكم ورحمة الله.